تعالوا نعمل مع بعض أطعم باستا بالكريمة والدجاج المشوي. علشان يطلع معانا الدجاج طري وجوسي رح نقطع صدر الدجاج من الوسط شريحة رفيعة ونبهرها بملح وفلفل أسود، وفي قدر على نار متوسطة رح نشوح صدور الدجاج من الجهتين 4 دقايق لكل وجه إلى ما تتحمر معانا وتاخد لون حلو. نرفع صدور الدجاج ونشوح الثوم المفروم مع الطماطم المجففة، ونضيف كوب مرق الدجاج وكريمة طبخ. أنا استخدمت كريمة الطبخ من المراعي اختيار الشيف، وأضفت كمان توابل إيطالية مشكلة وملح وفلفل أسود حسب الرغبة. آخر حاجة نضيف السبانخ وعصير نص ليمونة، ونضيف الباستا المسلوقة. تقدروا تستخدموا أي باستا انتوا تفضلوها، أنا استخدمت اللينغويني. ونرجع صدور الدجاج للكريمة علشان تاخد من النكهات. وبكذا الوصفة صارت عندنا جاهزة، مرة لذيذة وسهلة. وعلى فكرة الوصفة من إيطاليا اسمها توسكان تشيكن، جربوها وبالعافية.